وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعتراته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا. وثلثت أن الحمد لله دائما. حياكم الله أخواني وأخواتي، رجعنا إليكم بعد هذا الفاصل البسيط مع شباب نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم وأن يجعلهم قرة عين لوالديهم. شباب ما شاء الله عز وجل، همم ما شاء الله، يعني الله عز وجل اختصهم وعندهم همم جميلة جدا لحفظ كتاب الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم. نستعين بالله عز وجل مع الشباب. ننتقل للمشارك الأول. معك مطلق فيصل طرق السعيدي. عمر. مطلق فيصل طرق السعيدي. مطلق فيصل، حياك الله يا مطلق. كم عمرك يا مطلق؟ 21 سنة. ما شاء الله تبارك الله. وكم تحفظ من القرآن؟ جزئين. ما شاء الله، الله يفتح عليك. وهل أنت في حلقة؟ أي نعم، حلقة قيم وهمم سعد العبد الله. ما شاء الله، الله يفتح عليكم. حلقة رسمية ها؟ هي رسمية في مسجد عمر بن الخطاب. ما شاء الله، الله يفتح عليكم والله يفتح عليكم. والحلقة يوميا؟ ايه تقريبا يوميا من السبت للأربعاء. وهل هي تعطل حياتك ولا الأمور طيبة؟ لا طبعا بالعكس، ماشي أمورك. ماشي أمورها. تروح تصلي بعد أي صلاة؟ العصر تقريبا، لي عاد بعد صلاة العشاء. ما شاء الله، يعني إذا نعتبرها دعوة منك للأخوة والأخوات اللي عندهم عيال. الأمور سهلة في المسجد، الولد يذهب إلى صلاة العصر أو صلاة المغرب ويجلس في الحلقة يقرأ المقرر عليه ويتوكل على الله. نعم صحيح. ويعينه طبعا، يعينه في دينه ودنياه. نعم. لما يكبر يكون يعرف يقرأ القرآن. تصدق الحين مطلق أن في بعض الشباب، بل ممكن حتى بعض الأخوات، يمكن وصل عمره 40-50 ما يعرف يقرأ قرآن، صعب جدا عليه قراءة القرآن. من لو كان سجل في حلقة التجويد أو قراءة القرآن لا يحفظ. ايش رايك يا مطلق؟ لا يحفظ، بس اهم شيء شنو؟ يعرف يقرأ القرآن. حتى إذا فتح المصحف في رمضان ولا يوم الجمعة ولا في أي وقت يكون قراءته جميلة. الله يحفظكم ويبارك فيكم إن شاء الله. طيب إيش راح تقرأ؟ سورة يوسف. توكل على الله، استعذ بالله عز وجل واقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لا العين لا تقلقلها، تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى عليك وعلى آل يعقوب
يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. أحسنت، الله يفتح عليك يا مطلق، بارك الله فيك، قراءة جميلة. الله يجزاك خير يا رب. وصوت أجمل. الله يجزاك خير يا رب. وعمر أحسن. الله يجزاك الله خير يحفظك ويبارك فيك ويجعلك من أهل القرآن إن شاء الله يا حبيبي. نبي نشوفك إن شاء الله، مو في البرنامج عندنا، نتمنى نراك مستقبل إمام مسجد بإذن الله إن شاء الله، ونراك معلم إسلامي إن شاء الله بإذن الله. وهذا هو الإرث لك طبعا. كل من يعني يصلي خلفك يكتب لك أجره، وإذا كنت مؤذن كل من يسمع إذانك يعني يكتب لك أجره، وإذا كنت معلم في المدرسة تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو علم ورثه. عرفت؟ نعم صحيح. الله يحفظك يا مطلق، بارك الله فيك يا حبيبي، جزاك الله خير. وإياك. المشارك الثاني ويانا، تعرفنا باسمك؟ ضاري هاني الدلماني. حياك الله يا ضاري. ضاري؟ نعم. ونعم الله يا ضاري، حياك الله، كيف حالك؟ الله يحييك بخير. كم عمرك يا ضاري؟ 21. وكم تحفظ من القرآن؟ 5 أجزاء. ما شاء الله تبارك الله، الله يفتح عليك يا ضاري. الله يجزاك خير. الله ما شاء الله عليكم شباب. الآن اللي ينظر إلى وضع الشباب الآن، وسائل التواصل والمغريات أغرت الشباب وغفل يعني عن أمور مهمة جدا. أنتم ما شاء الله عليكم، والله يفتح عليكم، والله يثبتكم، الله يثبتكم، وأسأل الله أن يعيذكم من شياطين الإنس والجن ويثبتكم على هذا الأمر وأن يزيدكم من فضله. الوراء الصراحة والحقيقة واحد يفرح يعني يشوف شباب أعمارهم 17 18 أو 20، يعني تجد الآن الشباب طموحاتهم يعني أمور تافهة، ممكن ما هو طموح، يعني أمور جدا تافهة. لكن الشاب الحقيقي والرجل الحقيقي هو الذي علم أنه في هذه الدنيا محطة وأنه ينتقل، والشاب الحقيقي هو الذي يعرف أن عمره ربما قصير. ترى هذا احنا بين فترة وفترة ندفن شباب صغار، هؤلاء الشباب ترى كانوا يعتقدون أنهم راح يعيشون 70 80 سنة، لكن ما حد يدري متى يموت. الله يحفظك ويبارك فيك يا ضاري. وراح تكمل ويا سورة يوسف، ها؟ نعم. يلا استعذ بالله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. يأكله. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أحسنت الله يبارك فيك يا ضاري، ويجعلك من أهل القرآن. صوت جميل وقراءة جميلة، الله يفتح عليك يا ضاري. إخواني وأخواتي فاصل ثم نعود لكم بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله في النظم أولا تبارك رحمانا رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعتراته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا، وثلثت أن الحمد لله دائما. حياكم الله اخواني واخواتي، رجعنا اليكم بعد الفاصل، ونسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما سوف نقرا ونسمع في هذه الحلقه الطيبه المباركه. كنا قد انتهينا مع المشارك الاول والمشارك الثاني، ننتقل على بركه الله تبارك وتعالى مع المشارك الثالث. عمر فراج الصيلي. حياك الله يا عمر، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. كم عمرك؟ 17. عمر كم عمرك؟ 17. وكم تحفظ من القرآن؟ جزء ما شاء الله تبارك الله. وهل أنت في حلقة يا عمر؟ نعم. استمر. مركز قيم وهمم. استمر حتى لو ما تحفظ القرآن. أنا ما هو قصدي أني أثبط همتك، أنا الطموح أن الإنسان يحفظ القرآن، لأن القرآن يأتي شفيع للإنسان يوم القيامة، لكن على الأقل أنك تستطيع أن تقرأ القرآن من أوله إلى آخر قراءة جميلة وسليمة. ماشي يا عمر؟ إن شاء الله. طيب استعذ بالله واقرأ وجاءوا على قميصه. أعوذ بالله من ارفع صوتك شوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله أعلم وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودات وكانوا فيه دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه
عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من لا شوف يا عمر، الكلمة اللي تقف عليها الحرف خلى ساكن، فما يصير تقول وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وتقف، تقول في الأرض بدون كسر الضاد. ها يلا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أحسنت يا عمر، الله يفتح عليك يا عمر. وما شاء الله قراءة جميلة وصوت جميل ما شاء الله، بس تحتاج يا عمر إلى أنك يعني تكثر من القراءة بينك وبين نفسك مع محفظ كذلك، حتى يعني يتعود الإنسان على القرآن. ولا تغفل أنت وإخوانك كله، حتى أنا أولكم، لا نغفل عن الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يجعل القرآن في قلوبنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يسهل وييسر لنا حفظ القرآن وقراءة القرآن. تذكرون حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمت واحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي. لاحظ الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هو يدعو بهذا الدعاء، وهو الذي أنزل عليه القرآن، فنحن نتأسى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وندعو. ولو كان إنسان ممكن واحد جانا يا عمر أحد خلف الشاشة وقال أنا والله ماني حافظ الدعاء هذا أو دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا تلزم نفسك بدعاء ثابت عن النبي. نعم خير الهدي هدي محمد، لكن ادعو الله بما نفسك. ادعو قبل كبار السن العجائز ترى يدعون دعوات فطرية بس بسيطة، يا رب يا رب تعيني يا رب، ولكن الله يعلم قصد النية ويعلم مراد هذه الداعية فيسر الله سبحانه وتعالى. لاحظ الأجانب في مشارق الأرض مغاربة، أهل الهند وأهل الصين وغيرهم، ترى يدعون بدعاء ليس بلغة عربية، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم كل الألسنة ويعلم كل النيات، لأنه هو الذي خلق. والله سبحانه وتعالى ماذا قال في سورة تبارك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله يفتح عليك يا عمر، بارك الله فيك يا حبيبي. ننتقل إلى المشارك الرابع والأخير معنا في هذه الحلقة. تعرفنا باسمك؟ عمر فلاح إبراهيم. عمر فلاح إبراهيم، حياك الله يا عمر. الله يحييك. وكم عمرك يا عمر؟ 17 سنة. 17 ما شاء الله تبارك الله. وكم تحفظ القرآن؟ أحفظ 5 أجزاء. 5 ما شاء الله. إذا أنت في حلقة ممكن؟ أي حلقة قيم وهمم. قيم وهمم ما شاء الله تبارك الله. أنا أسألكم سؤال كلكم: هل الحلقة تعطل أحد عن حياته؟ لا بالعكس، إضافة جيدة للإنسان في حياته، لعل الله سبحانه وتعالى يبارك في حياته وفي عمله وفي رزقه. طيب هل الحلقة تكسب الإنسان أو تعلمه خصال سيئة أو بعض الأمور السيئة؟ بالعكس، هي تحسن الأمور وتحسن بعض الخصال اللي يمتلكها الإنسان، ربما تكون سيئة في بعض الأحيان، في بعض الأطباع تكون سيئة، هي تخلي الإنسان يستقيم في حياته. جميل. والصحبة الصالحة والقراءة الجميلة واللسان اللي راح ينطق نطق سليم لأنه لغة عربية، ومجالس يحبها الله عز وجل ويحفظ الله عز وجل أصحابها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله، والحلقات دائما تكون في بيوت الله عز وجل في المساجد. وما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عنده في الملائكة. وفي رواية بعد يقول الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لهم. والله سبحانه وتعالى يبارك في هذا الولد ويبارك في والديه، والله سبحانه وتعالى يشفع في هذا الولد، يشفع في والديه ويكون ذخر لوالديه،
ويكون يعني يلبسهما تاج الوقار يوم القيامة. يعني خصال عظيمة جدا في هذه الحلقة البسيطة. أنا قبل أيام في واحد من حفظة القرآن مشهورين في الكويت هني، يقول أخذني والدي إلى المسجد وأنا عمري 12 سنة، ويقول ما كان في بالي أحفظ القرآن، ودخلني الحلقة ولما جلست حبيت القرآن. الآن يا أخوان العالم كله يعرف هذا القارئ، وربما يسمع له، وقراءته من أجمل وصوته من أجمل الأصوات يعني على مستوى القراء. هل كان يعلم والده أنه راح يطلع كذي؟ عاد والده يقول والله إن أسعد لحظة في حياتي يوم أن ولدي حفظ القرآن. هو ترى كان ماخذه بيسجله حلقة يا تصيب يا تخيب، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أمر آخر، أراد الولد هذا أن يكون إمام الكل يسمع له على مستوى العالم. طيب اقرأ يا عمر، استعذ بالله واقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. أحسنت يا عمر، بارك الله فيك، ما شاء الله كلكم قراءتكم جميلة، أصواتكم جميلة، ولكم مستقبل. أنا أستبشر خير إن شاء الله، لكم مستقبل إن شاء الله. بس أهم شيء استعيذوا بالله عز وجل من فتن الدنيا ومن شياطين الإنس والجن، واستمروا وأنتم صحبة ويا بعض، أنتم ما شاء الله. الله يجمعكم ولا يفرقكم إن شاء الله. بارك الله فيكم. أسأل الله عز وجل أن يجعلكم قرة عين لوالديكم إن شاء الله، ويجعلكم من أهل القرآن. وأنتم إخواني وأخواتي خلف الشاشة، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع والإنصات. وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما سمعناه حجة لنا يوم القيامة. هذا ما لدينا في هذه الحلقة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله في النظم أولا تبارك رحمانا رحيما وموئلا. وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا. وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا. وثلثت أن الحمد لله